السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صلوا على النبي يا حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. قصة النهاردة يا حبايبي صاحبتها مش حابة تقول على اسمها. قصة النهاردة يا حبايبي صاحبتها بتقول ان هي متجوزة لها 4 سنين وعايشة في بيت عيلة. بتقول من اول ما اتجوزت بتيجي رايحة عند مامتها، حماتها بتاخد منها المفتاح. اللي هو ازاي؟ اللي هو انت رايحة عند امك المفتاح يبقى معايا، يبقى مع حماتها. ما ينفعش ان هي تروح عند امها ومعاها مفتاح شقتها. صاحبة القصة بتقول من بعد ما اتجوزت على طول وحماتي بقت تاخد مني المفتاح. بتقول من اول مرة اروح فيها عند امي بتقول بقت تاخد مني المفتاح. ولما سألتها قالت لي يا حبيبتي ما المفتاح يبقى معايا. طب اللي هو ليه يا ماما؟ قالت لي هو كده، انا نظامي كده. صاحبة القصة بتقول كده، قالت لها انا نظامي كده. بتقول سكت، اديتهولها وسكت. بتقول جيت قلت لجوزي، جوزي قال لي عادي كبري دماغك. بتقول له طب وهي بتاخد مني المفتاح ليه؟ الله يا ست عادي. بتقول لي جوزي قال لي كده يا ست عادي، جايز عايزة تخلي المفتاح معاها عشان لو انا جيت ولا الكلام ده. بتقول رحت رد على جوزي وقلت له طب ما انت معاك مفتاح. الله خلاص كبري دماغك ايه من الموضوع ده. بتقول عديت الموضوع وجيت رايحة عند ماما برضو بعد كده. قالت لي هات المفتاح. بتقول بقول لها ليه يا ماما بتاخدوا مني المفتاح كل ما بروح عند ماما؟ قالت لها يا حبيبتي هو انا نظامي كده برضو. بتقول قالت لي نفس الكلام تاني، هو انا نظامي كده. بتقول رحت رديت عليها قلت لها يعني دلوقتي. بتقول هي ليها 2 بنات اخوات جوزها. يعني صاحبة القصة بتقول انا ليا 2 بنات اخوات جوزي والاتنين متجوزين. بتقول رحت قلت لحماتي يعني هي بنتك لما بتيجي جاية عندك حماتها بتاخد منها المفتاح؟ قالت لها ماليش دعوة بحد، ماليش دعوة بغيري، انا نظامي كده، انا ماليش دعوة بحد تاني اذا كانت بنت حماتها بتاخد منها المفتاح ولا ما بتاخدوش. بتقول عادي بقى اروح عادي واجي. بتقولي عدى على الكلام دوت. قالت لي كانت الاول الموضوع عادية والكلام ده ما كانش بيحصل حاجة يعني، غير ان موحدة الموضوع ان هي بتاخد مني المفتاح دي كانت بتبقى مضايقاني عشان انا اروح عند ماما وكل ما اروح عند ماما تاخد مني المفتاح، فده كان موضوع مضايقني. بتقول عدت سنة وعدت 2 على الحال ده برضو، عدى 3 سنين والكلام ده. بيقولوا بعد كده حصلت مشاكل ما بيني وبين اخوات جوزي وبين حماتي. بتقول من ساعة ما حصلت المشاكل وحماتي بدأت تضايقني هي واخوات جوزي. اللي هو برضو كل ما باجي رايحة عند ماما. قالت بقى خلاص ان هي لما حصلت مشاكل مع حماتها ومع اخوات جوزها، قالت حماتها كانت مثلا الاول بتنزل تقعد معاها في شقتها، قالت ما بتقعدش، ما بقتش تنزل. هي بتقول هي ان هو البيت بتاع عيلة. صاحبة القصة بتقول البيت اللي هي قاعدة فيه بتاع عيلة. قالت حماتها كانت بتيجي تقعد معايا، خلاص من ساعة ما حصلت المشاكل دي ما بقتش تيجي تقعد ولا انا بطلع لها. واخوات جوزي برضو من ساعة المشاكل اللي حصلت قالت برضو كانوا بيجوا عندي نقعد مع بعض نتغدى نضحك نهزر الكلام ده. قالت برضو من ساعة ما حصلت المشاكل دي قالت برضو ما بقاش يجوا عندي، اللي هو بيجوا على قد مامتهم وبس. صاحبة القصة بتقولي وانا برضو اقتصرت، ما بقتش اطلع عند حماتي ولا بروح عند اخوات جوزي ولا الكلام ده. بس بتقول المشاكل جت منين بقى؟ بتقول المشاكل جت ان انا لما باجي رايحة عند ماما طبعا بديها المفتاح بطلع لها. بتقول وانا اللي بقيت اطلع لها دلوقتي. بتقول الاول هي كانت لما بتعرف ان انا رايحة عند ماما كانت هي اللي بتنزل بتاخد مني المفتاح.
وتقولي دلوقتي انا اللي بقيت اطلع لها وبديها مفتاح شقتي بنفسي، اقول لها خدي يا ماما عشان انا خارجه رايحه عند ماما. او لو رايحه برضو عند حد من اخواتي برضو لازم ادي لماما اللي هي حماتي اديلها المفتاح. بتقول صاحبة القصة من ساعة ما حصلت المشاكل اللي هي بتقول عليها دي مع حماتها ومع اخوات جوزها، قالت دلوقتي بقت تيجي من بره من عند مامتها بتلاقي الشقة بتاعتها متبهدلة. بتقول من ساعة بداية المشاكل. بتقول متبهدلة ازاي؟ قالت دلوقتي لو انا مثلا عاملة اكل باجي بلاقيش الاكل موجود، بلاقي الاكل متاكل. ببقى عاملة الغدا قبل ما بمشي او بيبقى عندي اكل من قبلها بيوم ببقى عاملة حسابي عليه. بتقول بكون مرتبة الشقة، بكون مروقاها، بكون مفيش حاجة. قالت باجي أول حاجة طبعا ما بلاقيش أكل، سواء الأكل بايت أو الأكل معمول قبل ما بمشي. بتقول ما بلاقيش حاجة. لو عندي أي حاجة في التلاجة مش بلاقيها. بتقول لو فاكهة لو حاجة حلوة الكلام ده بتقول ما بلاقيش موجودة. بتقول لي بلاقي الشقة متبهدلة. آه اكياس شيبسات، اكياس ورق بسكوت، لب، غسايل، الحاجات دي. بتقول بلاقي الشقة متبهدلة على الآخر. بتقول بدأت أتكلم، ما اتكلمتش مع حد منهم بس كلمت جوزي وقلت له هو ينفع اللي اخواتك عاملينه ده؟ قالت ما ردش عليا. بتقول غبت برضو ورحت عند أمي واديت لحماتي المفتاح. قالت برضو رجعت لقيت نفس النظام. صاحبة القصة بتقول ما ما بي... اخوات جوزها مش بيكونوا موجودين في الوقت اللي هي بتمشي فيه عند مامتها. يعني صاحبة القصة بتقول لما بكون رايحة عند ماما ما بيكونش في حد الا حماتي بس. بتقول انا بمشي وبتفاجئ ان هما موجودين لما باجي. بتقول بصراحة انا ما اعرفش. صاحبة القصة بتقول كده، بتقول بصراحة انا مش عارفة، ما اعرفش اذا كانت حماتي اللي بتبعت وبتجيبهم علشان خاطر يخشوا شقتي ويبهدلوها، ولا هما لما بيعرفوا انا مش موجودة برضو من حماتي، لان هما على طول بيقعدوا يكلموا بعض على الموبايل. بتقول مش عارفة اذا كانت حماتي بصراحة اللي بتبعت وبتجيبهم، ولا هما اللي مع نفسهم بيجوا لما بيعرفوا ان انا مش موجود. صاحبة القصة بتقول مش عارفة بصراحة ايه اللي بيحصل، اذا كانت حماتي اللي بتبعت لهم ولا هما اللي بيجوا. بتقول بتكلم مع جوزي، جوزي طبعا ما بيردش. كلمت معاه مرة واتنين وتلاتة بيقولي طب انا هعمل ايه؟ دي امي ودول اخواتي، اعمل معاهم ايه؟ بتقولي بيسكت. بتقولي بصراحة لما لقيت الموضوع ده حصل مرة واتنين وتلاتة واربعة، وكل ما بمشي بلاقيهم جم ودخلوا عند الشقة. بتقولي برجع كمان بلاقيهم موجودين. بتقولي هما مش موضوع ان هما بيروحوا الشقة وانا مش موجودة، لأ، موضوع ان هما بيخشوا ويبهدلوا الشقة، ان هما متعمدين يعملوا كده. وعادي وبرجع البيت وبلاقيهم موجودين برضو. صاحبة القصة بتقول كنت الأول بعمل أكل قبل ما بمشي، ببقى يا إما عندي أكل من قبلها بيوم يا إما بحضر أكل قبل ما بمشي عشان خاطر لما أرجع يبقى فيه أكل جاهز في البيت. بتقول ما بقيتش أعمل، بطلت أعمل أكل وبجيب معايا أي حاجة وأنا راجعة من برا. بتقول أنا ما بطلتش أعمل أكل عشان خاطر هما بياكلوا الأكل ولا الكلام ده. قالت لي لأ، قالت لي عشان بيبهدلوا الدنيا. قالت لي ما هم مش بياكلوا بيروقوا ولا بيروقوا المطبخ ولا بيرجعوا الحاجة زي ما كانت، لأ. بتقولوا مهما يكون فيه أي أكل كتير أو قليل لازم الأكل اللي موجود كله يخلص. قالت بطلت أعمل، بكون رايحة عند ماما ولا حاجة ما بعملش وبجيب معايا أي حاجة وأنا راجعة. قالت برضو حتى لو أنا مش عاملة حاجة بلاقيهم هما جابوا أكل، جابوا خضار، جابوا فراخ، جابوا لحمة، وعاملين عندي أكل في شقتي برضو، وبرضو واكلين ومبهدلين الدنيا. وبتقولي وعلى فكرة ما بيكونوش برضو مبقيين حاجة منهم، يعني برضو الحاجة بتتعمل وبتخلص، ما بيكونش فيه أي حاجة غير المواعين اللي هم وسخوها والمطبخ اللي هم مبهدلينه.
بتقول لي قعدت اتكلم مع جوزي كذا مرة، طب هو ده ينفع؟ برضو ما بيردش عليا. بتقول لي لدرجة ان انا بلاقي هدومي متبهدلة، الأوضة مفتوحة، وعليات الحاجة اللي في الدولاب عندي طالعة. بتقول لي قعدت اتكلم مع حماتي، يا ماما هو كده ينفع؟ يا ماما يعني انا خلاص. بتقول ما كنتش بتكلم على موضوع الاكل والشرب والكلام ده. بتقول لي حتى الشقه لما كانت بتبقى متبهدله برجع الاقيها متبهدله، بتقول لي ما بتكلمش. بتقول لي اللي اتكلمت عليه هي اوضه النوم بتاعتي. اوضه النوم انا قافلاها بالمفتاح وسايبه المفتاح فيها. بتقول لي وكل ما برجع بلاقي الحاجه متبهدله. بس المره دي رحت ورجعت، مرة من ضمن المرات رحت ورجعت لقيت الأوضة متبهدلة على الآخر، ويعتبر عليات هدومه كلها طالعة من الدولاب. بتقول لي قعدت كلمت البنات محدش رد عليا. كلمت حماتي قالت لي والله ده بيت ابني ونعمل اللي احنا عايزينه فيه. بتقول رديت على حماتي قلت لها طيب ماشي بيت ابنك واعملي اللي انت عايزاه فيه، بس مال اوضه النوم ببيت ابنك؟ اوضه النوم ده اوضتي انا، فيها حاجتي فيها هدومي فيها حاجتي. قالت لها يعني احنا دخلنا اوضه النوم بتاعتك وسرقناها مثلا؟ دخلت لقيت حاجتك مسروقه منها؟ قالت لها لا بس حاجتي متبهدله وانا ما احبش حد يخش اوضتي ويبهدلها. قالت لها والله ده بيت اخوهم ويعملوا اللي هم عاوزينه. بتقول رديت على حماتي قلت لها ماشي بيت اخوهم وكل حاجه بس بعيد عن اوضه النوم بتاعتي. اوضه النوم دي فيها هدوم وفيها حاجتي وهم مطلعين كل حاجه ومبهدلينها. قالت لها والله هم ما طلعوش حاجه وبهدلوها وخلاص، هم كانوا بيدوروا على حاجه يلبسوها. صاحبة القصة بتقول أنا جيت قبل كده كم مرة برضو ولقيتهم مطلعين حاجات لابسينها بس ما كانش فيه بهدلة، اللي هم واخدين حاجات من عندي لابسينها. قالت وما اتكلمتش، قالت انا اتضايقت عشان فتحوا الدولاب وقلبوا وطلعوا حاجات بس ما اتكلمتش. قالت بس المرة دي لقيت عليات الدولاب بتاعي مرمي على السرير والهدوم كلها طالعة من مكانها، وحاجتي بقى متبهدلة بقى، على ان كان مكياج ان كان حاجة ان كان هدوم ان كان الكلام ده. بتقول حتى الحاجات الداخلية برضو لقيتها مرمية على السرير وعلى الأرض الكلام ده. صاحبة القصة دلوقتي بتقول أنا مش عارفة أعمل إيه. كل ما أكلم حماتي بدأت تقولي ده بيت ابني وأنا حرة وده بيت أخوهم وهم حرين، وبدأنا في مشاكل. بتقول برضو رجعت مرة من ضمن المرات ولقيت السجاجيد بتاعتها والحاجة بتاعتها كلها متوسخة، في أكل وقع عليها وطبعا ما نضفوش أي حاجة. بتقولي سبت كل حاجة لحد جوزي ما رجع من برا، بقول له شوف اخواتك ومش اخواتك والشقة متبهدلة وما ينفعش اللي حصل ده وما يرضيش ربنا والكلام ده، وانا مش هدي المفتاح لحماتي تاني. قالت لي طبعا حصلت مشكلة عشان حماتي كانت موجودة ساعتها وانا بقول الكلام ده. قالت لي طبعا ما كسفتش بصراحة منها وقلت الكلام ده، قلت لجوزي وندهت على حماتي وقلت الكلام ده قدامها. جوزي ما ردش عليا وحماتي اتخانقت معايا ساعتها. ولما بقول لجوزي ده الشقه متبهدله والكلام ده الحاجات اللي على السجاده، بتقول طبعا جوزها ما ردش عليها وحماتها كانت موجوده هي اللي اتخانقت معاها. قالت لها والله ده بيتي وبيت ابنه نعمل اللي احنا عايزينه فيه. قالت لها طب ما انتوا يا ماما الشقه متبهدله والسجاجيد عايزه تتغسل والدنيا بقت بايظه على الاخر. قالت لها والله شيلي واغسلي، ولا انت عايزه بناتي هي اللي تيجي تغسلك؟ بتقول رحت برضو رد عليها وقلت لها يجي يغسلوا الحاجه ما هم اللي مبهدلينها. بتقول حماتي راحت رد عليا وقالت لي لا هم يبهدلوا وانت تغسلي، انا بناتي مش خدامين ليكي ولا لاهلك. بتقول لي زعلت وسبت البيت وانا قاعده دلوقتي عند ماما ليا حوالي شهرين، وكل ما بيجي يرجعني انا مش برضى ارجع معاه، وسبت له البيت قلت له خلي اخواتك ومامتك يشبعوا بالبيت ويبهدلوا ويكسروا فيه زي ما هم عاوزين. بتقول لي دلوقتي هو بيحاول معايا ان هو يرجعني وطلبت منه ان هو يجيب لي شقه بره حتى لو بالايجار وهو مش راضي. قالت هو ما عندوش امكانيه ان هو يشتري شقه، بس انا قلت له حتى لو هناخد شقه بره بالايجار.
وهو برضو مش راضي، يقول لي ما ينفعش اسيب البيت واسيب امي لوحدها، مع انه هو ليه 2 اخوات تاني غيره. صاحبة القصة بتقول هو ليه 2 اخوات تاني غيره عايشين برضو في قلب البيت، بس برضو بيقول لي ما ينفعش امشي واسيب امي لوحدها، وما ينفعش ان انا اخد شقة بالايجار وانا عندي شقة تمليك. بيقول لي ازاي اروح اخد شقة بالايجار وانا عندي شقة تمليك؟ بتقول لي انا دلوقتي تعبت من حماتي ومن تعبت من اخوات جوزي واللي هم عاملينه معايا. بتقول لي كل ده عشان حصلت مشاكل ما بيننا وبين بعض، فهم ما اعرفش ليه بيعملوا معايا كده، قصدهم من كده ايه؟ ان انا اسيب البيت، ان انا اتطلق، ان انا اعمل ايه؟ انا مش عارفة. واديني دلوقتي سبت البيت وعملت لهم اللي هم عاوزينه، بس مش عارفة اعمل ايه مع جوزي. كل ما يجي يرجعني اقول له لا انا عايزة شقة ايجار بره، وهو يقول لي انا ما اقدرش اسيب امي لوحدها. والله يا حبيبة قلبي، هو طبعا مفيش حد هيبقى عنده شقة تمليك وهيطلع يقعد في شقة ايجار بره، بس فعلا حماتك بتعمل معاك ليه كده؟ انا مش عارفة. يعني حتى افترضنا لو حماتك خدت المفتاح وانت بتقولي جوزك معاه مفتاح، فهو وجود المفتاح مع حماتك ملوش اي لازمة. يعني الكلام ده لو مثلا بالباب الشقة ملوش الا مفتاح واحد، هنقول بقى تاخدوا المفتاح عشان خاطر لو جوزك بره وجوزك رجع وانت مش موجودة، عشان لا قدر الله لو في حاجة تانية تبقى المفتاح مع حماتك. الله اعلم هي ليه مصممة على وجود المفتاح معاها وانت برضو ما قلتيش. يا ترى هي بتاخد المفتاح برضو من سلايفك؟ يعني زي ما بتاخدوا المفتاح منك، انت بتقولي ان انت ليك 2 اخوات جوز رجالة متجوزين برضو في قلب البيت، يا ترى برضو حماتك بتاخدوا المفاتيح من مراتاتهم وهم خارجين برضو عند امهم او خارجين رايحين اي مكان؟ ولا الموضوع ده بتاعك انت بس، بتعمل معاك انت كده بس؟ انت ما قلتيش برضو يا ترى بتعمل كده معاكي انت بس ولا بتعمل كده برضو مع سلايفك؟ تاني حاجة، ما فيش طبعا، كل البيوت فيها مشاكل وفي حاجات كتير بتحصل، وما ينفعش عشان حصلت مشكلة ما بينك وبين حماتك ولا بينك وبين اخوات جوزك ان هم يعملوا معاكي العمايل دي. طبعا ده ما يرضيش حد، ان انتي تروحي عند والدتك ترجعي تلاقي الشقة متبهدلة، تروحي ترجعي تلاقي الاكل اللي انت عاملاه مثلا لجوزك او لعيالك مش موجود. الكلام ده يعني حتة الأكل هنقول إن هي مقدور عليها يا ست بالهنا والشفا، دخلوا لقوا حاجة كلوها ألف هنا والشفا، مش هنتكلم على الأكل ولا على الشرب. بس يا ريت حتى لو بيعملوا حاجة بأكل مثلا أكلوه بالهنا والشفا عليهم، بس يروقوا المطبخ، يروقوا مكان ما أكلوا، بلاش يبهدلولك الدنيا. يعني بلاش يبقى من كل حاجة. اللي هي شقة متبهدلة انت بتقولي بترجعي بتلاقي يعني واكل اللب والقشر مرمى على الارض، اكياس شيبسي، اكياس بسكوت. طبعا ده ما يرضيش حد، طبعا ده ما يرضيش حد. انت بتقولي ان هم بيعملوا كل ده وبيفضلوا قاعدين برضو لحد ما بتيجي تلاقوهم موجودين، يعني اللي هم قاصدين يورولك ان احنا قاعدين واحنا اللي عاملين كده وعملنا كده واحنا لسه برضو قاعدين، وبيمشوا وبيسيبوا كل حاجة زي ما هي. يعني يا ريت بيبهدلوا في الاخر بيروقوا، او يا ريت بيروقوا مكان ما هم قاعدين. انا ما اعرفش ازاي هم بصراحة بيعملوا كده. ولما بتتكلمي مع حماتك بتقولك ده بيت ابني وبيت اخواتي وبيت اخواته ولا بيت اخوهم. يعني انت كمان بتقولي كنت بترجعي بتلاقي حاجات طالعة من الدولاب بتاعك، بتقولي ما كنتش بتتكلمي بس اتكلمت لما الموضوع بقى يعني عدى الحدود. طبعا مش من حقهم ان هم يخشوا اوضه النوم بتاعتك ولا يطلعوا حاجه من عندك غير لما يستأذنوا بالكلام ده. لو هم بقى برضو وانت برضو عند مامتك، هم قاعدين في شقتك ما معهمش حاجه يلبسوها او حاجه يغيروا فيها، فيه تليفون فيه موبايل، يتصلوا عليكي هنطلع حاجه عندك من الدولاب نلبسها واحنا قاعدين، انت رضيتي ان هم يفتحوا ويطلعوا، ده يبقى كتر خيرك. ما رضيتيش وقلت لهم لا والله ما ينفعش حد يفتح اوضه النوم بتاعتي، يبقى خلاص ما تتفتحش. بس ده مش اجباري وده مش فرض عليكي ان انتي
يعني حتى اوضه النوم بتاعتك ما عتقهاش، دي حاجه خصوصيه بتاعتك انتي. يعني الشقه قدامهم، المطبخ بالشقه كلها، يعني حتى اوضه النوم ما سابوهاش. انت من حقك تقولي يخشوها او ما يدخلوش، حتى لو انت عند مامتك او عند اي حد تاني اخواتك الكلام ده. مش من حق اي حد يخش اوضه نومك ويطلع ويفتش ويلبس ويرمي بالطريقه اللي انت بتقولي عليها دي. وحته ان جوزك هيجيب لك شقه ايجار، طبعا ما فيش حد يبقى عنده شقه تمليك وهيسيبها ويروح يسكن في ايجار. دلوقتي اللي انت عارفه الايجار بقى بكام دلوقتي، وكل حاجه بقت غاليه. فهو عمره ما هيسيب يبقى شقته اللي هي ملكه وهيروح يقعد في ايجار. فانت حاولي تحل الموضوع مع جوزك، مع حماتك. حاولي تصالحي حماتك، حاولي تكلمي حماتك حتى لو هتيجي على نفسك علشان خاطر تشيل الضرر عنك. هتقولي لي هاجي على كرامتي، هتقولي لي هاجي على نفسي، معلش عشان خاطر العيشة تمشي. اعتبريها زي مامتك وتعالى على نفسك، واعتبر دول اخواتك، وعدي اللي حصل. هو اللي حصل مش قليل، واللي حصل ما ينفعش يتعدى، بس عشان خاطر الدنيا تمشي وعشان خاطر ما يحصلش خراب بيوت. وكلمة بوجهها لحماتك، يعني بلاش يعني اي حما تعمل كده مع مرات ابنها. يعني اتعاملي معاها كأنها بنتك. يعني انا بوجه كلمة لحماتك، يعني انت مثلا يا حمات صاحبة القصة، لو بنت من بناتك، لو واحدة منهم ترضى ان حماتها تعمل معاها كده، ترضى ان اخوات جوزها يعملوا معاها كده؟ لو هترضى كده على بناتك يبقى ارضي كده على بنات الناس. عمر طبعا ما هيرضيكي ان واحدة من بناتك يحصل لها اللي انتوا بتعمليه مع مرات ابنك. عمرك ما هترضى على واحدة من بناتك انك اللي انت بتعمليه مع مرات ابنك انتوا وهما، انتوا وبناتك، ان يحصل مع واحدة منهم. يا ريت تفكري في كلامك كويس وعامليها على انها بنتك، على الاقل عشان خاطر ابنك، وما تحصلش مشاكل وما يحصلش نكد والبيت يتخرب وبيت فيه اطفال. اكيد طبعا مش هتبقى مبسوطة ولا فرحانة لما تخربي بيت ابنك انت والبنات بناتك. عاملوا بعض بما يرضي الله، عاملوا مرات ابنك زي بنتك عشان خاطر ابنك وعشان الحياة تمشي. وبلاش كل حاجة نقف عليها، وبلاش نقف على بعض على الغلطة. انت تقافي لمرات ابنك على الغلطة والكلام ده. مفيش واحدة هتستحمل اللي انت عملتيه في شقتها انت وبناتك وهتسكت. لكن هي سكتت وما اتكلمتش غير لما الموضوع عدى الحدود، انها تدخل وتلاقي اوضة نومها متبهدلة وعليات الدولاب بتاعها مرمى على الارض ومرمى على السرير، حتى حاجاتها الداخلية، حتى كل حاجة، مكياجاتها، اكسسواراتها، الكلام ده. مفيش حد هيرضيه الكلام ده طبعا. فحاولي يا حمات صاحبة القصة متعمليش مشاكل عشان خاطر ابنك وعشان خاطر بيت ابنك ما يتخربش، وعامليها زي بنتك عشان خاطر الدنيا تمشي ما بينكم وبين بعض. ونتقي الله في بعضينا. وصلوا على النبي يا حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. وما تنسونيش يا حبايبي باللايك وبالاشتراك، وعشان عيلتي الصغيرة تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.